تخيلوا خرجوا أجدادنا من قبورهم، هذا الذي قبل 500 سنة أو 1000 سنة، الذي كانوا بيطلقوا عليهم أصل العرب، وكان لهم شان آنذاك. وشافوا اليوم القيادات حقنا والمسؤولين والمطابخ الإعلامية والصحفيين، وكلهم منافقين سياسيا. مع من؟ الآن كلهم مع السعودية، وفي جزء مع الإمارات، وفي جزء مع قطر، وفي جزء مع البحرين. أصل العرب كل أبوه مش من الرئيس ومنزل، كلهم منافقين سياسيا، أما باحثين عن مال أو باحثين عن سلطة. من وين؟ من الخارج، مش من شعوبهم، لا من الخارج. البعض يقول يا داشلي يا أخي دائما وأنت يعني بتسوي تحديد الكل. هاتوا لنا إنجاز حقيقي عشان نذكره للمسؤولين في الشمال وفي الجنوب، في صنعاء، في عدن، في حضرموت، في يافع، في صعدة، في تعز. هاتوا مشروع انجزوه المسؤولين حتى نذكر محاسنهم. كلهم الآن لاحظوا هذا الأيام كلهم منافقين مع السعودية. ذكروني بقصة المصري واليمني، ضاربوا واحد مصري وواحد يمني بالرياض، وراحوا عند ضابط سعودي. المصري على طول كان بيقول ايش؟ يسب مصر، معلش. يسب مبارك، مدري حسني، مدري مرسي، برضه معلش. يسب السامان حقه كامل، برضه معلش. لكن يسب السعودية قال ما حرضاش. مسكها بذنه الضابط السعودي، الضابط شحطه صراحة، مش زي المسؤولين. افتهم لكم. المهم جره، قال اسمع اليمني، قال روح زد له سعد يسوي كلام من اول. قال هذا كذاب منافق، هذا واحد غدوة بيرضى على ارضه وعرضه، بيرضى على سفك دماء الشهداء. هذا قال ما يستحق، يعني دعسه. افتهم لكم. اليوم مع الاسف الشديد ان في معانا كثير من الصحفيين، من المسؤولين، رئيس الدولة شغال منافق، نفاق سياسي مع السعودية. معقولة المسؤولين السعوديين يعني بتمشي عليهم مثل هذا النفاق والابتذال، وهم عارفين ان هؤلاء حاقدين عليهم؟ والله ما واحد من هؤلاء يحب السعودي من داخل قلبه، كله نفاق. اما عشان المال السعودي، او عشان ايش؟ او عشان الجماعة السعودية بتضغط انه يكون هذا في المنصب الفلاني، الملف كله بيد السعودية. لماذا؟ لأنهم هم المطعين، سلموا دولة بمقدراتها، أصبحوا كلهم إيش؟ كلهم منافقين مع الخارج، بيستجدي الخارج عشان إيش؟ يعينونا في أرضه. وبيجي لي واحد يقول لك يا داشلي يا أخي أنت ليش تنتقد القيادة؟ أو لا يا داشلي يا أخي أنت ليش بتعمم كل القيادة على الإنجازات الذي حققوها؟ إيش حققوا لكم يعني؟ إيش جابوا لكم؟ زبيب العنقود، شعب ميت جوع في صنعاء، في عدن، في الحديدة، نهبوا ما تحت الأرض وما فوقها. هؤلاء المسؤولين عندنا بيمثلون على أنهم مسؤولين، وبالخارج يشم شحاتين منافقين شلالين مباخر. هذا قادتكم. لا أحد يكذب عليكم أو يقول لكم والله هذا لأنهم رجال أشراف. متى ما كان الشعب عايش في نعيم أنا بحترم القادة. متى ما الشعب كله عايش في الداخل وبيشتغل بالداخل وبيأكل من عرق جبينه في أرضه أنا أحترم القادة. أما الآن هم مغتربين مثلنا، ولاجئين مثلنا، ومهجرين أو هجروا أنفسهم مشان ويش؟ مشان البيس. طبعا هم محسوبين مسؤولين، بياكلوا من ايش؟ من خيرات الارض، لكن البقيه المهاجرين كلهم مرمعين. هذا بيدور حق اقامه، وذاك لاجئ في اوروبا، وهذاك لاجئ في امريكا، وهذاك بالصين، وهذا بالصومال. من اوصلنا الى هذا الحال؟ هم المسؤولين. انا اتمنى على الشعب اليمني ان يستوعبوا، وان لا تتبترسوا خلف هؤلاء. كل المشاريع اللي بيتكلموا عنها واقسم لكم بالله انهم بيستخدمونها فقط شماعات، ولا بيحققوا لاي واحد مراده، فقط بيستخدموكم وعود، وبالاخير كلكم بيردوكم الى اسفل سافلين، وهم عايشين هم واهلهم بالخارج. انا اتمنى ان يكون في قاده سعوديين بمواصفات الضابط السعودي الذي جر المصري ذاك بذنه وقال له اسمع اخرج يتفاهم برا، يلا يضحك علي انا. تحياتي.